و8. يعني بدك تقول ابو اسبوع زمان بالكثير لازم نخلص ونتزوج ونخلص. ولا شو العجل يا ابو سليم؟ لا شو طول بالك يا سيد شكري، العائله قايمه كلها الله الله، ما بدهم ياني اتزوج. شو؟ ليش ما بدهم اياك؟ ما بعرف ليش، مثل كانه ما حدا بالدنيا يتزوج غيري انا، ما بدهم، ما عجبهم. انا بعرف ليش. ليش او ليش؟ القصه ما فيها يا ابو سليم، هدول ما بدهم اياك تتزوج حتى ما تطير الورثه منهم. كيف بدها تطير الورثه منهم؟ شو دخلهم بالورثه هنا؟ فهمني يا ابو سليم. هلا بكره ان شاء الله انتم بتتزوجوا وبيجيك يا ابو سليم اولاد صبيان وبنات، وبس يجيك صبيان وبنات ما بيعودوا يورثوا. هيك لك ليلى اوفري لابوت بعدين. وينو هيدا شكري؟ بدي فلس رقبتك عم فهمك، ماني طالع من البيت لتدفع الحسبة. ابو نصرة، ما تقول ابو نصرة ولا ابو باصرة عم فهمك. ابو نصرة روح شوي روح. في عالم ما تتدخل عم فهمك. انا شغلي بيني وبين شكري، وانا ماني طالع من هون من البيت حتى تدفع الحسبة. ابو سليم صهري ارجوك ما تبهدلني. بدي افضحك وبهدلك قدام سهرك احسن ما ينغش ويفتكرك انه من صاحب الاموال. وبعدين انتو جماعة غشاشين طفرانين ما معكم حق عشاء لليلة وحدة. لك يا سيد ابو نصرة ظبط كلامك. اذا واحد ما معه حق عشاء او طفران بتيجي حضرتك بتبهد وبتشرشحه. والله عم فهمك يا ابو سليم، انت ما تتداخل بيني وبين شكري. انا بدي حسابي او ماني طالع من البيت. شكرا ليش بده منك هذا اللذات؟ بدي 450,000 ليرة. اوف العمى شو اخذ ب 450,000؟ شو بده؟ لا بده 450,000. غضب يا ابو سليم، غضب غضب يا سيد شكرا. امور ابو سليم. على كل معك قلم؟ تحت امرك. معي هذا انا مفضل. سيك تحت امرك. هاي امضى واكتب له المبلغ اللي انت بدك اياه. بسيط ولا تخليه يحكي كلمه معك برا الطريق ابدا. سيد شكرا عيوني كمان خليه يشوف بعينه كمان انت مصاهر مين. روح جيب لي معلقه او شوكه او سكينه او حي الله شيء معدن وجيبه لهون. تفضل معي مفك بيمشي الحال. هيك البيت هلك فوف وانا ناطلك بالله. ما تعمل لك؟ ايوه ليش فهمان اخذ المفك؟ مش ما يتحول لمفك. ابو سليم انا ناطلك بالله ويصير مشى. يصير مشى. هلا خلاص اعطيه. حاعطيه. مش الحال؟ مش الحال. تفضل. مشي 5000 ليرة خلص دورك. لا شو 5000 ليرة؟ ماني متفق انا وياك 10,000. خلص ما طلع الدولار صوروا 5000. روح. طيب خير مع السلامة. ما تاخذنا يا ابو نصرة. بأمرك خير. الله يعوض عليك يا ابو سليم. انا ممنونة. ولو يا الله يقدرني اني ارجع لك اياهم يا ابو سليم. بس ترجعهم؟ بعد في مصريات لك يا شكرا؟ ما في شيء بس مش على كل يا سيد شكرا انا عاوزك بكلمتين على انفراد انا وياك بدي احكيهم. وانا عاوزك واللي بدك اياه بيصير. لا هالبيت كله محول لك يا ذهب. كل شيء بتملكه بهالدنيا، كل شيء في ذهب العالم بيصير بين اجراك. يا لطيف يا رب. ولا يكلك فكر يا رب. تفضل ابو سليم. تفضل. شرف عن اذنك لحظه. شرف. ما شاء الله يسلم لي هالطول يسلم. وين هو؟ سمير؟ ايه نعم سمير، اللي ما كان يبيعك بالذهب بيعطيه بالتبن. ولو يا سمير انت بتصدق اني ببيعك وببيع هالايام اللي كنا عم نبني فيها احلامنا. لكن شو هذا اللي عم بيصير؟ بابا طلب مني سير ابو سليم. ولا شو هالمسيرة؟ يا سمير بابا واقع بضيقه وعليه مصاري، واذا كان ما دفعها رح يحطوه بالحبس، واذا اخذوه على الحبس رح يقتل نفسه. هذا اسمه نصب واحتيال، وانا ما بريد خطيبتي تتورط بهالورطة هاي. طيب كثير منيح، شو العمل؟ تروحي معي نتزوج. وبابا يا سمير؟ بيك انسان ما بيعرف مصلحتك، والبي اللي ما بيضحي بساعاته كرمال مصلحة بنته، اسمحي لي اقول لك هذا منه بي. لا سمير ما بقدر. لازم تعرفي ويعرف ابوك انه اذا كان عطاكي لابو سليم بدي اقتلك واقتله واقتل نفسك. سمير راح مشي راح لك شبه لا تزعليني. الشيء اللي مجنني يا بنتي شو هذا معقول اللحمة تجي اللي ما له دراس؟ لك شبك بقى تضحكي. ولك هلا صدقتي يا بنتي اني انا اعطيكي لهذا ابو سليم؟ صدقتي اني بدي زوجك لواحد مثل ابو سليم؟ لك مين هيدا ابو سليم؟ هذا واحد كر ومحمد دهب، معقول اعطيكي اياه؟ بس القصه ما فيها يا بنتي. بتعرف
هو معه مصوري ونحن لازم لنا مصوري، وبس يعود منه لازم لنا، ساعتها بشوف 1000 طريقة لأخلص منه، وساعتها بتاخدي أنت اللي بدك إياه. مش مصدقة، صحيح يا بابا؟ ولو يا بنتي أنا عندي أغلى منك، ليش؟ لا يا محتال يا نصاب يا كذاب يا منافق. ايه؟ هات لك يا سيد شكري جايبني عم تضحك علي وتقول لي البنت بتحبها وبتحبك وبدي اعطيك اياه، وانت كمان عم تضحكي لها؟ اخ، ولك اخ اللي ما بيسمع كلمة عائلته ناس من اهله، اخ قال اللي بيطلع من اهله ومن عائلته بيعرف. انا عاديتهم وقلت لهم كلكم ما حدا يتداخل بيني وبين اللي انا بدي اعمله وبين شكرا، تطلع النتيجه انك انت قلعان منهم. لروح اعتذر منهم فردا فردا وقول لهم لا تواخذونا، انا اخطات بحقكم واللي بدكم اياه بصير. بعد هيك يقطعك ويقطع ساعتك ويقطع عدد الساعه. بدي افهم فهميني، هلا اللي راح من شوي من وهيك